بتبدأ قصتنا بالبطلة نينج تشي والبطل تينج تشا وهما بيقربوا من بعض بكل شغف. بعد 7 شهور نينج تشي وهي حامل بتكون في المستشفى وزعلانة علشان خطيبها مش مهتم بيها ولا بالبيبي، وبنشوف تينج تشا وهو مليونير وصاحب شركة كبيرة وبيبحث عن الست اللي قضى معاها ليلة من 7 شهور. وبعدين لما نينج تشي بتجهز للخروج من المستشفى، أختها الشريرة مينج واللي بتكون بنت مرات أبوها بتوصل وبتسخر منها، بتقولها إن خطيبها بيتصرف بالطريقة دي علشان البيبي اللي في بطنها مش ابنه، وبتقولها إن من 7 شهور خدت نينج جي وخلتها تشرب وخدعتها علشان تنام مع شخص غريب. لما بتسمع الكلام ده بطلتنا بتتصدم علشان طول الفترة دي كانت فاكرة إنها نامت مع خطيبها. في اللحظة دي خطيبها سوان بيظهر ونينج تشي بتسأله أن الكلام ده صح ولا لأ، وهو بيأكد لها بتردد وبيقول إنه مش قادر يقبل البيبي ده، وكمان بيقطع خطوبتهم علشان قرر يكون مع مينج بدلها. الاتنين بيمشوا سوا وهما ماسكين ايدين بعض ونينج تشي في حالة صدمة. بعدين وهي في طريقها للبيت عربية بتقرب منها وبتدهسها. بعد كده بنشوفها على نقالة المستشفى مصابة وبتتوسل للدكاترة علشان ينقذوا طفلها. بعد العملية لما بتفوق بتشوف مينج ومرات أبوها قدامها وبتسأل عن طفلها، بس هما بيضحكوا وبيقولوا لها إن الطفل مات. مينج كمان بتقول لها إنها مش هتقدر تكون أم في المستقبل. نينج تشي بتنهار ومرات أبوها بتزود ألمها بإنها بتقول لها إنها مش مقبولة في العيلة تاني علشان نامت مع شخص غريب. نينج جي بتقول إن ده مش ذنبها، لكن مرات أبوها بتأكد إنها هتدمر سمعتها وبتقول لها تبعد. المشهد بيتنقل بعد كده ل5 سنين لما نينج تشي بتكون برا البلد ولسه حزينة على فقدان طفلها. بالرغم من ألمها بتقرر إنها ترجع للبلد. لما بترجع بتقرر تقدم على دور في دراما جديدة. وبعدين في بار فجأة واحدة مساعدة لمينج بتقرب منها وبتحذرها إنها ما تقدمش على الدور ده علشان مينج هتمثل فيه. لما نينج تشي بترفض المساعدة بتبقى عنيفة وبتحبسها في أوضة، بس وهي بتبص حوالين الأوضة بتكتشف إنها مش وحدها وفي ولد صغير اسمه شيا. لما بتشوفه نينج تشي بتدرك إنه لو كان طفلها لسه عايش كان هيبقى في نفس سنه. في مكان تاني تينج تشا بيكون غضبان من أخوه الأصغر علشان جاب ابنه للبار وبيسأله هو فين. أخوه بيعتذر وبيقول إنه مش عارف الولد راح فين. وفي الوقت ده في الأوضة نينج تشي بتسأل شيا بيعمل إيه هنا، لكنه مش بيقول حاجة. فجأة الأنوار بتطفي والولد بيجري يحضنها من الخوف. نينج تشي بتشم ريحة حاجة وبتفهم إنه في تسريب غاز، فبتبدأ تدفع الباب لحد ما بتقدر تفتح فجوة صغيرة. الولد بيزحف من خلالها وبيجري على أبوه تينج تشا واللي بيحضنه بارتياح. شيا بيقوله بعدين إن في حد محبوس في الأوضة، ولما تينج تشا بيفتح الباب بيكتشف نينج تشي فقد الوعي وبيعرفها على طول إنها أم ابنه. تاني يوم بتصحى في أوضة في المستشفى، وبعد شوية تينج تشا بيوصل وبتسأله لو تقابله قبل كده، وهو بيكون فرحان وبيفتكر إنها فاكرة لقائهم الحميمي من سنين، لكن هي بس فاكرة إنه أنقذها امبارح وبتشكره. بعد تقديم بسيط تينج تشا بيقول لها إنه هيديها أي حاجة هي عايزاها علشان أنقذت ابنه. نينج تشي بتطلب منه فرصة لتقديم الدور في الدراما اللي شركته بتمولها. هو بيوافق وبيساعدها بس بشرط واحد، إنها تتجوزه. لما بتسمع ده بطلتنا بتبقى مصدومة ومش بتقول أي حاجة. لما بتخرج من المستشفى نينج تشي بتجري على الاختبار وبتقدم أداء رائع، ورغم إنها مش بتاخد الدور الرئيسي لكن بتاخد دور مساعد. بعدين لما مينج بتعرف إن أختها هتمثل في نفس الدراما معاها بتغضب وبتشتم مساعدتها علشان ما عرفتش تتخلص منها. في المشهد اللي بعده بنشوف شيا رافض ياكل أي حاجة ومصر إنه يشوف نينج جي وما عندوش أي اختيار تاني. تينج تشا بياخده يزورها. هي بتكون مبسوطة لما تشوفهم، لكن لما تينج تشا بيشرح إن ابنه مش عاوز ياكل بتجهز لهم وجبة وبيستمتعوا بيها كلهم سوا. لما تينج تشا بيشوفهم بيتقربوا من بعض كده بيبص ليهم بعض، وبعد شوية شيا بينام وتينج تشا بيسألها لو ممكن يقضوا الليلة عندها. نينج تشي بتوافق بتردد وبيحطوا الولد على سريرها. بعد كده في الصالون تينج تشا بيقول لها إن ابنها واثق فيها وده شيء نادر. لما بتسأله ليه الولد مش بيتكلم بيرد إنها حاجة هو مش عاوزها. تينج تشا بعدين بيحكي إزاي ابنه كان في مرة بيتخانق مع جده
واللي قال له إن الأطفال اللي من غير أمهات بيكونوا ناقصين. بعديها بيغير الموضوع وبيسألها إمتى هتتجوزوا. نينج تشي بترد إنها مش لازم تعمل كده لمجرد إنها أنقذت ابنه. تينج تشا بعدين بيقرب منها وبيقول لها إن ممكن تكون عاوزة تنام معاه مش تتجوزه. هو بيصر إنه يكون جوزها، لكنها بحزن بتفهم إنها مش هتقدر تخلف تاني، فبترفض تقرب منه وبتغادر. في الصبح هما بيرجعوا بيتهم، لكن فجأة شيا بيزعل وبيبدأ يكسر حاجات، وده بيغضب تينج تشا وبيقرر يعاقبه. أخوها على طول بيتصل بنينج تشي وبيبلغها باللي حصل، فبتيجي بسرعة لبيتهم. لما بتوصل بتمنع تينج تشا من ضرب ابنه وبتقوله بغضب إن في سنه ده محتاج حب مش عقاب. لما بيشوفها بتحمي شيا بيعتذر لها. نينج تشي بعدين بتاخد الواد لأوضته وبتحضنه لحد ما يناموا سوا. لما بتصحى بعد شوية تينج تشا بيسألها لو هتعيش معاهم. هي بتتفاجئ وبتقول لأ، لكن فجأة شيا بيجري عليها وبيحضنها وهي مش قادرة تقول لأ لوشه البريء، فبتوافق تعيش معاهم، وده بيسعد الأب والابن. بعد أيام بيبدأ تصوير الدراما، وبتكون نينج تشي ومينج في مواجهة بعض تاني. في واحد من المشاهد نينج تشي بتاخد أوامر إنها تضرب أختها بالقلم. هي بتستغل الفرصة وبتضربها ضربة جامدة. بسبب ده مينج بتتعصب وبتشتكي، لكن المخرج بيقول إن ده كان مشهد رائع. بعدين مينج اللي متضايقة بتلاحظ نينج تشي وهي بتتكلم مع المخرج بشكل ودي، فبتاخد صورة بالسر علشان تستخدمها ضدها. تاني يوم في التصوير نينج تشي بتذاكر حوارها، وفجأة خطيبها السابق سوان بيظهر. بيوريها الصورة اللي بينها وبين المخرج وبيطلب منها تسيب الدراما. بيحسها على إنها تبطل تتودد للناس بس علشان تاخد أدوار. حتى بيعرض عليها فلوس وبيوعدها إنه هيلاقي ليها شغل محترم. البطلة بتتصدم وبتسأله هو كان فين لما كانت مخدرة وفقدت طفلها. سوان بيعترف إنه غلط وبيعتذر لها، لكنها بتتعصب وبتضربه بالقلم قبل ما تمشي. في الليلة دي وهي متضايقة بتروح بار وبتبدأ تشرب علشان هي حزينة. وبعد شوية تينج تشا بيوصل وبيلاقيها سكرانة جدا، فبيعتني بيها وبيشيلها لبيتها، وبعدين بيحطها على الكنبة، لكن فجأة بتبوسه. لما بيوقفها بتعضه في ايده وبتغيب عن الوعي. تاني يوم الصبح وهم بيتناولوا الفطار نينج تشي بتلاحظ علامات العضة على ايده وبتسأله حصل ايه. بيقول لها انها هي اللي عملتها، لكنها مش بتصدقه. بس لما بيبدأ يحكي لها ازاي كانت سكرانة امبارح بالليل بتحس بالإحراج وبتعتذر له على تصرفها. تاني يوم في الشغل بيظهر مجموعة من الشباب وبيزعموا انهم كانوا حبايب نينج تشي زمان، وبتكون مينج هي اللي بعتاهم علشان يضايقوها، وده بيأثر على سمعتها في المكان وبيبدأوا الموظفين يهرجوا عليها. مينج بتحاول تستغل ضعف نينج تشي وبتبدأ تضربها بالقلم، لكن في اللحظة دي تينج تشا بيوصل وبيتدخل. بعديها بينذر تينج تشا مينج إنها تبتعد عن خطيبته، وده بيفاجئ كل الموجودين. في المساء نينج تشي كانت بتراجع حواراتها مع تينج تشا، لكنه مش قادر يركز بسبب شكلها. بعد ما بيخلصوا بيسألها امتى ناوية تتجوزوا، لكنها بتتوتر جدا وبتغادر من غير ما تقول أي حاجة. تاني يوم في التصوير التوتر بيزيد لما بيعرفوا إن الممثل الرئيسي ساب الدراما بسبب سمعة نينج تشي. المخرج كان قلقان ومش عارف يعمل ايه، لكن فجأة تينج تشا بيظهر وبيقترح إنه يقوم بالدور ده، وده بيسمح للتصوير إنه يكمل. تينج تشا بيكسب قلوب الجميع بأدائه. وبعد أيام قليلة والدة تينج تشا السيدة تشينج بتوصل تزور ابنها وبتشيد بتمثيل، وأثناء حديثهم بتنصحه إنه يدور على زوجة بسرعة علشان مش هيقدر يربي طفل لوحده. لما أخوه بيسمع الكلام ده بيبلغها إن تينج تشا بالفعل بيحب حد. السيدة تشينج بتبقى مبسوطة جدا لما بتعرف ده، وبتعبر عن رغبتها في مقابلة البنت دي. تاني يوم عمة تينج تشا بتيجي تزوره في بيته ومعاها بنت، وهما بيتكلموا مع السيدة تشينج. فجأة نينج تشي بتظهر من غير ما تكون عارفة إنهم هناك. لما العمة بتشوفها بتبدأ تهينها علشانها فقيرة وبتحاول تغوي راجل غني، لكن السيدة تشينج بتفاجئ الكل وبتدي نينج تشي عقد العائلة. بتقول لها إن ابنها اختار البنت دي وهي بتدعمهم. نينج تشي بتوضح إنهم مش مرتبطين فعلا، والسيدة تشينج بترد إن في الحالة دي ابنها هيضطر يبذل مجهود علشان يكسب قلبها. بعد أيام والد نينج تشي بيظهر في موقع التصوير، وبسبب إنه بيفضل مينج بيكون قاسي على نينج تشي. بيطلب منها تبعد عن أختها وتعيش حياتها. بيبدأ يهددها ويقول إنه هيخليها تتفصل من الدراما، لكن في اللحظة دي السيدة تشينج بتوصل وبتوبخه. بتقوله إنها المنتج الرئيسي للدراما وهتفصل مينج اللي مفيش عندها موهبة. بتكمل وبتقول إن نينج تشي هي كنة المستقبل وهتديلها أسهم في الشركة كهدية زواج. في الوقت ده تينج تشا كان لقى كل الأدلة اللي بتثبت إن مينج دمرت حياة نينج تشي، وكمان اكتشف إنها ارتكبت جرائم لا تغتفر
والبوليس بيدور عليها دلوقتي. مينج بتخطف أختها البطلة وبتاخدها لمكان منعزل. بتلوم نينج تشي على وضعها الصعب وبتقول إن الأمور كانت هتبقى أحسن لو كانت فضلت برا البلد. بتعترف إنها كانت السبب في حادث نينج تشي من 5 سنين، وكمان بتكشف إن ابنها لسه عايش وإن هو شيا. في اللحظة دي بنعرف إن تينج تشا كان هو اللي لقاها وقت الحادث وخدها للمستشفى. لما مينج كانت على وشك تعمل حاجة بشعة، تينج تشا بيوصل وبيخوفها. بعد ما بيقاتل البلطجية بيجري على حبيبته وبينقذها. بعد كده البوليس بيوصل وبيقبض على مينج بسبب جرائمها. وبعديها تينج تشا بياخد نينج تشي البيت وبتحضن ابنها وهي بتبكي. في اللحظة دي الواد بيتكلم وبيناديها ماما لأول مرة، وده بيصدم الجميع. بعد شهور بنشوف إنهم دلوقتي متجوزين وسعداء. شيا بيتفرج على أمه في إعلان وبيقول لها إنها جميلة، وهي بترد عليه ببوسة حنينة. لما تينج تشا بيشوف ده بيشعر بالغيرة وبيقول إن مراته جميلة وبيستنى بوسة منها. وده كانت نهاية الفيديو. أتمنى يكون عجبكم، وأتمنى تضغطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. بحبكوا قوي. باي باي.